المشهد بيبدأ بطفل مشرد هربان من الغابة بعد ما تاه فيها. فضل يجري لحد ما وصل لمكان عالي أبوابه شاهقة ومرعبة. فتح باب المملكة ببطء وحذر شديد وشافه واحد من الجنود. الجندي عرف فورا إنه جاي من الغابة المميتة، وهو شايف في إيد الطفل أرنب صغير أبيض ضمه لحضنه كأنه حتة من روحه. الحراس خدوه للملك عشان يتعاقب إنه تسلل المملكة. الملك ده كان معروف بالفجر والفساد، واحد سادي بيستمتع بتعذيب الناس، موسوس بالستات والخمر واللهو، سايب جنوده يحاربوا في كل مكان وهو مش فارق معاه روح أي حد فيهم، كل اللي يهمه نفسه. لكن الملك لما شاف الولد جات له فكرة خبيثة، إنه يخلي الولد ده مهرج القصر الصغير. أمر الحراس يرموه في أوضة المهرج القديم اللي الملك قتله قبل كده لمجرد إن نكته ما كانتش عاجباه، لأن المهرج ده كان مريض ومش قادر يرقص أو يبتسم في أجواء المملكة المريضة دي. كلبشوا إيد الطفل بكل سذاجة رغم إنه أصلا مش قادر يهرب من كتر التعب اللي شافه في الغابة. أمر واحد من الحراس إنه ما يفكرش يخرج من الأوضة وإنه يبدأ يتدرب على لبس المهرج الجديد. الولد لبس لبس المهرج القديم، بس طبعا كان واسع عليه لحد ما لقى بدلة تانية لايقة عليه أكتر، مناسبة في الحجم، بس هي كانت مختلفة شوية، متزينة بالأسود والأحمر. بص للولد للمراية في حزن شديد، رغم إنه بقى ليه سقف يداريه، بس كان شايف الإهانة والمذلة في عين نفسه. بدأت مشاعر الخوف تتسلل لروحه البيضة النقية، خصوصا لما عرف إن المهرج اللي قبله اتقتل واتقطع حتت. بعد ما صرخ في وش الملك: مش كفاية كده؟ أنا قرفت من كل ده، مش شايف إني بحاول أرضيك بكل طاقتي رغم إني مريض؟ بس الولد الصغير كان جواه حاجة مختلفة المرة دي، غضب خفي وحكمة ما كانتش عند المهرج القديم. خبط المراية بإيده الصغيرة وكسرها، وبص لعينيه في حتة إزاز مكسور، شاف الدم وهو سايل من إيده وابتسم. خلط الدم بالرماد ورسم بيه على وشه عشان يبقى شكله بيضحك ويستعد للعرض الجديد. قعد على الأرض وهو بيحاول يتمالك نفسه وحاضن أرنبه ويرتجف، وانفجر من العياط. مرت الأيام والولد كبر وبقى شاب، عرف أكتر عن بلاوي المملكة وطرق التعذيب اللي الملك بيسلي بيها نفسه، وبقى يستخدم القصص دي في عروضه. الملك واللي حواليه بيضحكوا والنجاسة مغرقة المكان. وقف المهرج للحظة وبص في عين الملك. المهرج ده ما كانش بشر عادي، ده كان سحر من أسحار الغابة المميتة. همس الشاب بصوت واطي: جه وقت العرض النهائي. بس كل ده كان هلوسة في عقل الملك من أثر الخمرة. وفجأة الملك قام ومسك الأرنب بتاع الشاب وداس على راسه بكل وحشية. شاب اتجنن من الصدمة. الحراس ضربوه ورموه في السجن هو وجثة أرنبه، وهناك ما كانش فيه غيره، هو الضلمة وجثة الأرنب. المهرج الحزين فجأة الولد ظهر حواليه سحر خفي. يبدو إن الغابة المميتة ما كانش مجرد ولد هرب منها، لأ، ده كان سلاح. خرج المهرج للعرض الأخير بعد ما صدر حكم ضده بالإعدام. كان لابس لبسه الأحمر والأسود والملطخ بالدماء من أثر الضرب والتعذيب في السجن. الناس كانت فاكرة إن ده مجرد مكياج وألوان للترفيه مش أكتر. وقف قدام الملك وبدأ يلقي آخر نكتة ليه، بس المرة دي محدش ضحك. كانت أرذل وأسخف نكتة ممكن تتقال. الملك قام من على عرشه وفي قمة غضبه ودهشته، بس المفاجأة حصل حاجة غريبة. المهرج المرة دي هو اللي بيضحك واقع على الأرض. المهرج حرفيا ميت من الضحك، ضحك هستيري ما بيوقفش، مفيش حاجة تقدر توقفه. المهرج اتجنن ولا هو كان مجنون من البداية؟ في لحظة واحدة بدأ كل اللي في القاعة يقعوا واحد ورا التاني.
هو المهرج قتلهم فعلا؟ ولا اللي قتلهم كانت الحقيقة؟ يقال إنه داس السم ليهم في الأكل والشرب اللي كانوا محطوطين، بس الحقيقة كانت مؤلمة لدرجة إنها نهت المملكة كلها في ليلة واحدة. من يومها مفيش حد لقى أثر للمهرج ده تاني، لأنه اختفى وما سابش وراه غير ألوانه: أحمر، أسود، وأزرق. لكن عمره ما لبس الأصفر. هي حاجة كده ما كانتش مهمة، ولكن الأصفر كان بيوجع له عينيه ضعيفة. يعني كانت دايما الناس بتستغرب هي ليه الكرات بتقع منه وهو بيلعبها في الهواء. مش عشان هو فاشل، ولكن عشان هي مزعجة ما يقدرش يشوفها. المهرج اللي كان الضحك سلاحه الوحيد في اللحظة الأخيرة دي ابتسم ابتسامته للمرة الأولى والأخيرة وساب المملكة وراه رماد. المهرج ما كانش من البداية شرير، ولا كان هدفه تدمير أي شيء. بالعكس، الغابة كانت دايما هي الشر في نظر اللي ما يقدرش يستغلها يشبع شهواته. كل سكانها هم أنقى وأطهر نوع من البشر، وزي ما هو صعب جدا إنك تلاقي حد ناصع البياض زيهم، إلا إن النقاء ده ممكن يتحول لشر محدش يقدر يحكمه أو حتى يسيطر عليه. الحب والكره هم وجهان لعملة واحدة اسمها الصدق، صدق المشاعر. مفيش أي نوع من أنواع الألوان المحايدة هناك، مفيش رمادي، إما نور يعمي أو ضلمة معتمة. عشان كده بمجرد ما قتلوا الأرنب اللي هو آخر نقطة بيضة في قلبه، ما تبقاش ليه سبب تاني يعيش عشانه أو يفضل يحاول. مع الوقت المهرج بيظهر بعد كده في عصور تانية بأشكال تانية، لكن طريقة الموت دايما بتبقى واحدة: اختبار دايم لكل اللي حواليه. ودايما كانت النهاية بنفس المأساة: طفل تايه مش لاقي مكان للأمان يحويه، فبيقفز في العدم ويدرك إنه هو والعدم من البداية شيء واحد، وإن كل الأمور بتجري بين أنامل أصابعه في محاولة إنها ترضيه هو مش أكتر. وكان متضايق إن محدش بقى يقدر يحويه، فبتتدمر المملكة بنفس الشكل اللي أذلوه بيها: الضحك والمتعة. كان عرض ممتع في النهاية، ولكن المرة دي العرض كان ليه هو بس، مش ليهم.